يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده يا رب، في اعتام الصحه والسلامه. قبل ما نبدا برضو ولا نقول اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده جبنا حوالي كيلو ونص ليمون. ليمون بصوا حبايه كبيره كده وكله ميه الايام دي. بصوا هو ب 10 او ب 15 في السوق. فانا دي الطريقه المعتاده بتاعتي، فانا حبيت ان انا فرزه بالطريقه اللي انا ماشيه عليها لي كام سنه. فانا بجيب الليمونه واغسلها حلو كده. شايفين بصوا الليمون اللي يمدي كله ميه وممتاز. فهي دي الطريقه اللي انا بعتمدها في بيتي. في رمضان الكيلو بيوصل 100 جنيه او 120 جنيه. واحنا ليه بقى نشتريه بالغالي مع ان هو معانا رخيص؟ يبقى في الموسم معانا نستغل ان هو رخيص كده، ونحاول ان احنا نخزن منه لرمضان لاي ظروف عندنا. ان انت مش رحت السوق مش عارفه ايه، يبقى كل حاجه عندك في البيت، يبقى مية مية. يلا نبدأ معانا. نبدأ ان احنا نخرط كده نقسم الليمونة كده. طبعا مش ينفع ان احنا نقسمها ايه كده، لا هي بتتقسم كده عشان نبدأ ان احنا نعصره ونوريكم احنا هنخزنه ايه ازاي. نبدأ ان احنا نعمل كمية معاكم كده، ونجيب العصارة معانا كده، ونبدأ ان احنا نحط معانا نص الليمونة، ونبدأ ان احنا نعصر نشوف هنعمل ايه في التخزين الليمون الجميل النهاردة ده. نبدأ ان احنا نعصر الكمية كده. ولو مش عندك صفاية ليمون ممكن ان انت تعصريه. بصي بس دي بالنسبة للعصار علشان بتصفي لك الليمون. ممكن تروحي جايبة السكينة كده وجاي بس اللهم صل على النبي نص الليمون وعاملاها بصوا تنعصر اكتر، وبتبقى ايه يعتبر تصفى لاخر قطرة فيها. فاحنا علشان حدانا العصارة علشان مش نرجع نصفيه تاني، ففضلنا ان احنا نعصره بالايه بعصارة الليمون كده اهو. بصوا بنزل ميه الايام دي بقولكوا رخيص، وبصوا جميل خالص وايه كله ميه كده وكله ايه خير. نبدا ان احنا نعمل الكميه معانا كده ونوريكم احنا هنصفيه ازاي وهنصفيه في ايه، ونوريكم كده احلى وصفه حلوه كده. طبعا قشر الليمون اللي معانا دي طبعا مش هنستغنى عنه، هنعمل منه تريكات جميله خالص هتعجبكم. طبعا لو انت صفيتيه بالسكينه يبقى لازم، لو انت عملتيه بالسكينه يعتبر عصرتيه بالسكينه كده، يبقى لازم تصفيه علشان ايه البذر معانا مش يعمل مراره في ايه تخزين الايه الليمون. نكمل مع بعض عصير الليمون ده ونوريكم كده احلى وصفه كده. بصوا ما شاء الله، طريقه سهله بسيطه خالص هتنفعكم في رمضان، هتنفعكم في اي ايه في اي مثلا انت عايزه تطلعي مكعب للباذنجان، عايزه مثلا تطلعي تغسلي طير، اي حاجه، عصير ليمون طلعي بحته كده من السكينه كده وتعمليها. بصوا يعني بيريح وبوفر. وغير كده وكده زي ما قلت لكم يعني اللهم صل على النبي، في رمضان الكيلو بعدي ال100. لا ده هو ب10 النهارده، لا احنا بقى نعمل روحنا الشطار ونخزن الكميه الايه اللي احنا ايه عايزينها خالص. شايفين عصاره الليمون؟ بصوا كميه كبيره وهي ما شاء الله. هنعمل طبعا النهارده وصفتين. هنخزن في اكياس، وهنخزن في جوالب في القلب اللي هو الايه مكعبات التلاجة. بصوا دي بقى تكسري منه زي ما انت عايزه نص مكعب، عايزه مكعبين براحتك خالص. دي بتبقى ايه هو كده كده الليمون اصلا مش يعني مش بتجمد قوي. حتى لو انت مش عندك مكعبات التلاجة ممكن تحطها فين اللهم صل على النبي في كيس وتقطعها زي مكعبات كده. عوزتي حته بتقطعها بالسكينه بتبقى في منتهى الايه السهوله. وكنا معاكم وصفه اللي هي ايه اللي هو التخزين لمده ايه شهرين 3 يعني في الميه بس كده. دي صراحه ممكن ان انت يعني طول ما هو في السوق حداكي، يعني هطول عليكم شويه. طول ما هو في السوق حداكم خلوا اللي في الفريزر في الفريزر، وطول ما هو رخيص ان انتوا تجيبوا ايه. هنكمل الكميه بقى ونوريكم احلى ليمون كده في تخزين جميل. يبقى احنا بسم الله ما شاء الله خلصنا كل الكميه معانا اهي. طبعا الليمون دي القشر ده طبعا مش هنستغنى عنه هنعوزه. يبقى احنا عملنا الكميه دي اهي معانا. يلا مع بعض نجيب المكعبات بتاعتنا ونصفيها حلو كده وننزل بالايه بالليمون بتاعنا. دي بقى الطريقه اللي انا ماشيه بيها، يعني بصوا مش قادره اقول لكم بتبقى جميله وبتنفعني قوي ما شاء الله جميله خالص اهي. يبقى لسه 2 كده اهو. نحط المكعبات دي في الفريزر كده. بصوا نزود دي شويه
المكعبات دي بقى ممكن ان انت لو استعملتي جريل ممكن تشيلي المكعب بس يكفيكي مرتين، وممكن ان حسب استعمالك تحطيه في الفريزر لحد ما يجمد خالص كده. ونوريكم نروح جايبين كيس بقى ونروح مفضيين باقي ده، ولو انت عايزاه يلا مع بعض نجيب كيس ونوريكم على الطبيعه احسن. اروح جايبه كيس بقى ومفضيه معايا الباقي دي كده. سوا دي هي يعتبر ايه وصفه واحده، بس انا يعني بقول لو عينتي مثلا مكعبات بتبقى ايه اسهل في الفك شويه. تروحي رابطه من فوق كده خالص، بس طبعا ايه نفك تاني ونطلع الايه الهواء علشان يبقى الكيس ايه فاضي خالص. بصوا اهو من فوق كده، وتروحي عقدها عقده ايه بسيطه كده اهو. وان انت كده تحطيه يعتبر زي ايه تبططيه كده، بحيث ان انت تعوزي تروحي ايه جايبه السكينه معاكي وكده ايه وقاطعه حته بحته كده ايه مش تبقى ايه جامده على بعضها. لما تبقى ايه لو انت سبتيها كده لا هي كده يعتبر بتبقى متساويه، يعتبر زي قطعه التلج الايه المظبوطه. يلا بقى مع بعض نجرب الطريقه دي، وما يجمد كده نوريكم احلى تفريز ليمون، حاجه زي العسل. دي بقى يا ستي لما انت اللهم صل على النبي هنغلي بقى الليمون دي معانا. احنا كده خلصنا الوصفه بتاعت الفيديو بتاعتنا دي. بقى خساره ممكن تروحي ان انت سلقاه نص سلقه وتضيفيه في الخلاط كده بشويه عصفر بشويه حبه البركه وتخليه بشويه هريسه شطه، بيبقى في منتهى الجمال. عايزه تغليه وتستفادي من القشر بتاعه ده في المخلل والميه بتاعته، وتحطيها مثلا في مثلا تنظيف طير في الصابون السائل، حاجه زي العسل خالص. احنا كده فيديو بسيط معانا وعلى قد الايد كده، يا رب ينول اعجابكم. نحط الحاجات كده ونوريكم احلى تفريز ليمون. بسم الله ما شاء الله. يبقى الطريقه بتاعتنا بصوا تروحي انت عاملاها كده مكعبات كده، يبقى هي دي الطريقه الايه المعتاده عندي. واروح انا بقى ابدا ان انا انزل الايه مكعبات الايه الليمون معايا هي. بصوا دي بقى الايه الوصفه المعتمده عندي. بصوا مكعبات، ولو حابه ان انت تعملي الفلفل والطماطم والفلفل والثوم وتحطي نص المكعب او المكعب على بعضه عادي مش في اي مشكله. يبقى هي دي الوصفه. بروح جايبه كيس كده وحاطه الكميه بتاعتي في الكيس، لو انت بتستخدمي المكعبات ومش بتستغني عنها يعني اهو. تروحي برضه حطيها تاني في الفريزر مش بتتجمد تاني خالص مع بعضها. برضه كملي ننزل الكميه الباقيه. يبقى خلاص كده نزلنا نص الكميه الباقيه. نبدا ان احنا نخزنه في الكيس كده طول ما الليمون في السوق. طبعا انت تستغني عن الايه عن الكميه دي، بحيث ان انت يجي رمضان وبرده وانت نازله السوق برده حبيتي ان انت تجيبي تاني مش في اي مشكله. طول ما هو ب 10 و 15 وفي كيلو ربع اللي هو الايه الرفيع خالص. يبقى دي اول طريقه. الطريقه الثانيه بقى لو انت مش عايزه مكعبات ثالث، تروحي جايبه الكيس دي وتروحي ايه يعتبر ايه حطها كده. هي بصي يعتبر عدد زي المكعبات اهي. حضرتك يبقى عايزه تسيبها في الكيسه مش فيها اي مشكله. عايزه ان انت تحطيها في علبه زي دي. بصوا قطعه بصوا تاخدي منها زي ما انت عايزه. بصوا تعملوا كده يعني بص على حسب ما انت عايزه. دي بقى الوصفه المعتمده اللي انا بعتمدها طول السنه مش بستغنى عنها خالص. جربوها كده وقولوا لي رايكم فيها اهي. يبقى هما دول الطريقتين اللي احنا خزنا بيهم الليمون. يبقى دي الطريقه المعتاده اللي انا ماشيه بيها طول السنه. يا رب تجربوا الوصفه دي السهله البسيطه هتنفعكم رمضان، بدل ما نستنى اما الليمون يغلى ل 100 و120. يا رب تجربوه وتقولوا لي رايكم وبالف هنا وصحه. يا رب تنولوا اعجابكم كده، ونسيبكم زي ما تعودنا على لا اله الا الله ومع الف سلامه.